الملعب. طيب احنا معانا الحقيقه رئيس التراس المصري في بورسعيد خالد صديق. مساء الانوار يا خالد. نور يا كابتن مدحت. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا كابتن مدحت. ايه اللي حصل امبارح يا خالد؟ ليه ازاي جمهور اسكندريه يجي لغايه عندكم ما يخشش يا خالد؟ والله يا كابتن مدحت يعني بصراحه انا حزين جدا على اللي حصل امبارح. خالد مش عارفه. لان يعني احنا علاقتنا قويه جدا بجمهور الاتحاد السكندري ومن زمان جدا، يعني احنا بنحب جمهور الاتحاد وجمهور بيحبنا وبيحترمنا واحنا بنقدرهم. بس يا كابتن مدحت يعني في حاجات حصلت برضه. من السنه اللي فاتت تقريبا كان السنه اللي فاتت كان جمهور الاتحاد في بورسعيد. كل من جماهير الاتحاد كان في فتاه ماشيه في الشارع في الثلاثيني عكسوها واعتدوا عليها، ودي سبب مشكله برضه من المشاكل اللي بيننا وبين جماهير الاتحاد. فطبعا الشعب البورسعيدي ما يرضاش ان بنته يحصل فيها كده. ده من السنه اللي فاتت. في حاجه في مباراه الحرس اللي كانت موجوده في المصري وحرس الحدود الاسبوعين اللي فاتوا، كان في مجموعه من جماهير النادي المصري مسافره، احنا ما كان عندنا ظروف كده وما سافرناش. برضه الارتراس جرين ماجيك طلعوا عليهم ولقوهم وشتموهم، ده سبب المشكله. طب قول لي يا خالد، هم مش فكوا قول لي يا خالد، فكوا الروابط في اسكندريه؟ لا بتكلم، لا موجودين كلهم مع بعض. مين اللي عمل كده امبارح وضرب طوب عند المنافذ والكلام ده كله؟ مين؟ والله يا كابتن مدحت هي مجموعه، وهي يعني انا مش عايز اذكر اسماء حد او لا لازم تقول. بس يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. امبارح احنا رحنا برضه توجهنا عند المنفذ، وكنت واقف مع تفضيل بالتاجي ومصطفى بن رزاز كل الناس المسؤوله عن الامن في بورسعيد، وكنا واقفين بنساعدهم. ان احنا يعز علينا جمهور نادي الاتحاد. جمهور نادي الاتحاد جمهور محترم واحنا بنحبه وبنروح لهم اسكندريه والناس بتقابلنا احسن استقبال. وانا حزين جدا بصراحه على اللي حصل ده. يعني اللي راح عند البوابات ده رابطه من الروابط المشجعين؟ هي التراس موجود برضه، مجموعه من الالتراس موجوده. هي اللي راحت ضربت بالطوب؟ راحوا عشان يهاجموا جماهير الاتحاد. يعني دلوقتي انتوا عندكم في المصري في رابطتين. احنا عندنا ده رابطه مشجعي النادي المصري، ده رابطه رسميه. وفي جروب التراس مصراوي اللي هو انا متواجد فيه حاليا. وفي ايه تاني؟ وفي جروب تاني موجود اسمه التراس جرين ايجل. مين بقى في الثلاثه دول اللي راح ضرب اللعيب؟ حتى كنا متواجدين في النادي المصري لتشجيع النادي المصري، ما رحناش ولا شاركنا في اي حاجه. امال مين اللي راح؟ واقفين مع الامن من صباحيه ربنا لغايه ما طلعت اتوبيس اللعيبه من جوه الاستاد. طيب مين اللي راح؟ ما انا بسالك يا خالد مين اللي راح؟ بص يا كابتن مدحت، انا قلت لك في جروب التراس، في ناس مش فاهمه الوضع، مش فاهمه العلاقه اللي بيننا وبين جماهير الاتحاد السكندري. مش عارفه العلاقه اللي بيننا وبين جماهير الاسماعيلي. احنا حضرتك يمكن في مباراه الاسماعيلي في افريقيا احنا اللي كنا بنشجع الاسماعيلي وحضرتك جبتها على التلفزيون. انت رحت المنفذ، رجعت عربيه مليانه حاجه، كانت مليانه ايه؟ كان في ناس جايه بطوب وهي ناس مش عارفه الوضع، هي مش عارفه العلاقه، ناس عماله ده جمهور الاتحاد داخل يضرب وداخل يكسر وداخل يحرق. طبعا الناس لما بتسمع الكلمات دي يا كابتن مدحت، في ناس ما عندهاش عقليه تفكر، عايزه تروح تضرب وتكسر. طب دول من وجهه نظرك اخيرا يا خالد عشان الوقت جري بينا، من وجهه نظرك يتم التعامل معاهم ازاي؟ والله انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا امبارح بعد ما خرجنا اتوبيس اللعيبه لغايه ما اللعيبه اتامنت بسلام، كان بيتكلم معانا سياده اللواء سامي الروبي، راجل محترم جدا جدا جدا، ومصطفى بن رزاز وتامر بيل بالتجا والقيادات. اتفقوا على النهارده ان احنا يعني في يوم هنقعد فيه ونشوف المشاكل دي كلها بتيجي منين، ولازم يا كابتن مدحت معلش يعني مش كل حاجه الالتراس مصراوي او الجرين ايجلز او جمهور النادي المصري يتحمل الغلط. اللي يغلط يا كابتن مدحت غلط ان بورسعيد ياخد قرار رادع ضد الناس دي. برافو عليك، هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه. يعني امبارح ضابط بيقول لك يعني انت واحد بيكلمه بيقول له ما تشوفوا المشاكل دي، رد عليه ضابط قال له يعني انت عايزنا ناخد الناس وترجع اهاليهم تحوط مديريه الامن. شفت ازاي؟ هو ده مديريه الامن دي سوبر ماركت. طيب انا هختم معاك يا خالد واقول لك انه دي مسؤوليتكم انتوا كروابط، ان انتوا تقفوا مع الشرطه. اللي انت قلته ده انا بتفق معاك فيه والكباتن بيتفقوا. الشرطه يا كابتن مدحت تقف وتساند، ما تسيبناش لوحدنا. وده كلام محترم.
تقف وتساند، ما تسيبكوش لوحديكم. بوجه رساله لجماهير الاتحاد الاسكندري، الجمهور المحترم اللي احنا بنعشقه. هيبقى في مبادره يا خالد انا مصطفى يونس معاك يا خالد. خليه يقول المبادره يا كابتن معانا اسمعها. انا لسه هقول له نفس الجمله دي يا كابتن. انا عايز اسمع مبادرته معانا. اتفضل قول المبادره يا خالد. ان شاء الله احنا قبل كده رحنا لهم اسكندريه، هم ده اللي انا عايز اتكلم علاقتنا كويسه بيهم. مش عشان كله احنا هنخسر جماهير مصر. لو عايز حاجه اتفضل يا كابتن. صاحبنا الثوره يا كابتن مدحت وعملنا اللي احنا عايزينه في الثوره يا خالد. معقول مش هنقدر نتوحد في ماتش كوره يا خالد. انا عايز اقول لك حاجه، المبادره جيده جدا واحنا بنعشق اسكندريه وبنعشق بورسعيد. يعني الانديه الجماهيريه هتندثر يا خالد، فانا بحييك على هذه المبادره واتمنى ان الجماهير نادي الاتحاد تبقى سمعانه وتاخد الثلاث التراس اللي عندكم دول، ويا ريت انتوا تتوحدوا كلكم كشعب بورسعيد. احنا يا كابتن وتروحوا تقعدوا مع الناس بتوع التراس الاتحاد او الناس المسؤوله في الاتحاد، والامور ده تهدى، لانك انتوا في ماتش المصري اللي جاي والاتحاد في اسكندريه ما حدش هيقدر يروح اسكندريه. بص انا اقول لحضرتك على حاجه كده، جماهير نادي الاتحاد السكندري والالتراس جرين ماجيك تعلم علاقتنا احنا كرابطه او كجروب، علاقتنا قويه وهم عارفين كويس مين اللي عمل كده، والامن عارف مين اللي عمل كده، واحنا برضو كناس كبار وناس فاهمه وناس عندنا عقليه هنعمل مبادره وهنروح لغايه نادي الاتحاد السكندري وهنعمل اعتذار للاستاذ عفت السادات رئيس النادي ولكل جماهير الاتحاد السكندري اللي هي بتقف جنب النادي المصري والنادي المصري بيقف جنبها. اكيد. تمام يا خالد، وان شاء الله برضو انا عايزكم، وانا بخاطب دلوقتي مدير امن بورسعيد خالد قال كلام محترم جدا، قال احنا نقف بس لازم الشرطه تبقى معانا، ده كلام سليم. الكلام ده يا كابتن مدحت اللي عايز يهاجمني من بورسعيد على كلامي هاجمني، انا ما فيش مشاكل بيه. لا كلامك محترم يا خالد جدا. انت هتطلع تنتقدني كتير ان انا قلت الكلام ده لان انا بتكلم الحق. انت بتتكلم كراجل مصري من مصر، وطني، راجل بتاع الوطن يا خالد. وعندكم الماتش يوم 29 الاهلي رايح عندكم بورسعيد، عايزينه يبقى يوم حلو. ده قعدتكم مع مديريه امن القاهره، مديريه امن بورسعيد مهمه جدا، لان احنا البلد مش ناقصه اطلاقا الحاجات. حضرتك ناشد السيد مدير امن بورسعيد سمعت مدحت من برنامجك. تمام. والساده الضباط يوقفوا وقفه قويه زي قبل الثوره. بس كده، برافو عليك. لان الثوره مش موضوع الحريه ان احنا يبقى في انفلات، يبقى في فوضى، ويبقى في فوضى يا كابتن مدحت، دي مش طريقه. اشكرك يا خالد على يعني مداخلتك الجميله دي يا حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن مدحت. اشكرك. الله يمسي عليك يا حبيبي. انا بس عايز اختم بكلامي مع السيد مدير امن بورسعيد، لابد 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 من الحزم الشديد، لان ده امر لا يليق اطلاقا، ودي حاجات ممكن تعمل كوارث لما حد يحتك بحد ونسيب شويه العيال بيرموا طوب وشويه كذا وشويه كذا، ممكن ناس تسقط قتلى في الامور دي، في امر لا يليق اطلاقا. نتمنى انه يكون فيه اكشن سريع للغايه.